وش قال من وصى عياله؟ قال من وصى عياله وانتهلهم بالشكاله، خابر راعي الرزاله بالمجالس تشنعه، اجهدوا لله بطاعه واتبعوا راعي الشفاعه، قبل يوم فيه ساعه عند ربي مرجعه. والخوي حقه عليكم تجعلونه من حديكم، كل شغله في يديكم لين يصل مربعه، انت مرجل كيفوا وانت رد عبروا به، لو يصير لكم عقوبه غصة بالمبلعه. والحمق يثر مضره يلحق العقيل شره، راعيه مره قال والله يقطعه، والصبر عند البلاوي من كثر الشكاوي، لو تصيح ولو تلاوي ما بغى الله يصنعه. والمغفل يحسب انه دوم في نعمه وجنه، ماخذ دنياه ظنه لين بقعه تصقعه، ثم يقعد من منامه ملحق نفسه ملامه، عقب ما شاف الندامه يومها كالكعكعه. وانبلاك الله بعاقه من مقاريد الرفاقه، لا توريها الحماقه لين ربك يقطعه، خلي شوفاتك بعيده من نفخاته وريده، ثم عقب لا تعيده السعه ثم السعه. والسفيه يا نهيته عن طريق ما بغيته، لو تجره ما قويته والندى ما يسمعه، راح في درب يضره وانتشارك ما يسره، والله انك لو تجره ما يبي غير اسنعه. قال من وصى عياله وانتهلهم بالشكاله، خابر راعي الرزاله بالمجالس تشنعه، اجهدوا لله بطاعه واتبعوا راعي الشفاعه، قبل يوم فيه ساعه عند ربي مرجعه. وش قال من وصى عياله؟ قال من وصى عياله وانتهلهم بالشكاله، خابر راعي الرزاله بالمجالس تشنعه، اجهدوا لله بطاعه واتبعوا راعي الشفاعه، قبل يوم فيه ساعه عند ربي مرجعه.